ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا. التهور او التسرع في اتخاذ القرار. اللي بيتسرع في اتخاذ القرار بيندم ندم شديد في اي حاجة. يعني اي حد بياخد القرار كده ومن غير ما يفكر العواقب بتاعته او هيحصل ايه بعد ما اعمل الحاجة الفلانية دي. بيندم ندم ما بعده ندم، وحيث لا ينفع الندم مش هينفعك بعد كده. فأي قرار تاخدوه لازم تكونوا مفكرين عاملين دراسة زي المشروع بالظبط. انت لما تيجي تفتح مشروع لازم تكون عامل دراسة جدوى، وإلا المشروع هيفشل. لازم تكون عامل دراسة جدوى للمشروع، وإلا المشروع هيفشل. برضو كده أي قرار لازم تاخده لازم تكون عامل دراسة جدوى. يعني ايه زي دراسة الجدوى، مش دراسة جدوى بقى. يعني عارف لو عملت كذا، لو خدت القرار ده هيحصل ايه، عواقبه ايه، مزاياه ايه ومساوئه ايه، هعمل ايه كده. لكن تاخد القرار وبعد كده تفكر، طب هتفكر زي ما انت خلاص خدت القرار. الندم ربنا يكفينا شر الندم في اي حاجه بقى. ده على اي حاجه في حياتك، اذا كان ده الواحد لواحده، بنت راجل ست، كله شباب، كل الناس. اما تيجي تاخد القرار لازم تفكر مره واثنين وثلاثه وعشرة. ليه؟ في اي مجال بقى. انت ما تيجي مثلا مجال الشغل، خدت قرار مثلا ان الشغله دي لا انا مش هروح. نفترض متعبة شوية، وقتها كتير شوية، مرتبة أقل، أي حاجة. ممكن بعد كده ما تلاقيش شغلة تانية، تقول يا ريتني كنت رحت الشغلة دي، كنت زماني كويس فيها، زماني كبرت فيها كويس. ما تلاقيش بعد كده، انت سايبها على اساس انك ما هيجي زيها زي غيرها، هيجي تاني، ممكن ما يجيش تاني. ففكر كذا مرة. برضو الحاجة انك تسيب برضو شغلة، ممكن تسيبها على اساس انك هتلاقي احسن منها وما يجيش حاجة خالص او يجي اقل منها، تقول يا ريتني كنت قعدت فيها، يا ريتني كنت قعدت فيها. هقولكوا بقى امثله كتير على كده. برضو الجواز، البنات اللي بتتجوز او الواحد او الشاب اللي بيتجوز ايا كان، الجواز على فكره في الطرفين، اللي بيتجوز او اللي بتتجوز، التسرع في الجواز بلاش. ليه؟ عواقبه وخيمه، انفصال وطلاق وتكاليف، وعيال بتتشرد، ولو مفيش عيال مصاريف وتكاليف ونفسيه بتتدمر، وبتتحسب عليك، والنفسيه بتتدمر صدقوني، الراجل والست للاتنين. لازم التأني، وتشوف الشخصية اللي قدامك، وانت تشوف الشخص اللي قدامك، الأخلاق، التعامل، المبادئ، المعاملة، العيشة، الكرم، البخل، المستوى اللي هيعيشه تعيشي فيه زي اللي انت هتعيشي فيه ولا لأ. انت تاخد بالك الست دي عصبية، متهورة، طيبة، ست بيت بتعرف تدير بيتها، متحضرة، متعلمة عشان تقدر تشيل، ما تاخدش واحدة جاهلة، سوري يعني. ليه؟ الجهلة دي هتعمل لك الأكل وتنظف لك الشقة وخلاص. هتيجي تتعامل بيها في الحياة مش هينفع. يعني في الحياة هتخرج في مجتمع، مع أصدقاء، مع قرايب، في عزومة، في سهرة، في مجتمع، في انت بتشتغل وظيفة مرموقة، مش هينفع تعلمها وتدربها. فانت خد اللي هي الوسطية، اللي هي من عيلة متفاهمة متعلمة سيدة مجتمع، وبتدير بيتها وبتعمل اكلها وبتنظف بيتها وبتشوف رباطها، واحدة بتيجي تساعدها هي بتقوم بالبيت عادي. كلنا بنعرف نعمل اكل وبنوضب بيتنا وكل حاجة. مفيش الوزيرة زي الغفيرة. اللي يقولك الوزيرة، ما لا، الوزيرة بتعمل اكل وبترتب بيتها وبتتمكج وبتلبس وبتصحى وبتنزل. بس سيدة اعمالها بتلاقيها في اي مجتمع بتشرفك. ما تاخدش ان الحاجات التافهه التانية، الاكل والشرب واللبس والتنظيف، كل الناس بتعمله، كل الناس بتعمله. لكن مش كل الناس بتتعامل، مش كل الناس دماغها كبيره، مش كل الناس ستات ناجحه، مش كل الناس. برضو نرجع لنقطتنا اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هي المجال نفسه. التسرع بلاش. برضه ما تيجي عندك شقة او بيت او عمارة او شقتك او فيلتك ايا كان، وتيجي تتسرع تبيعها، ما جاتلك مبلغ حلو، واو مبلغ كبير، بس بعد ما تبيعها ممكن تندم. ليه؟ تقول كفاية القعدة فيها، كفاية الناس اللي كنت حواليهم، كفاية التعود في حاجات كتير قوي هتخسرها، مش هتعوضها، سواء مكان وسط او حلو. ممكن ما تعوضهاش او تعوضها بعد فترة. الألفة دي، انتوا عارفين التعود والألفة والحاجات كتير دي أهم من قيمة المكان نفسه. دي أهم من قيمته. إنك تتعود على ناس معينة، تتعود على شارع معين، تتعود على البيت والحيطان والجدران والونس اللي فيها. الحيطان دي بتونس الإنسان. الحيطان صدقوني، الحيطان اللي هي الطوب دي لما تتعود عليها، واللي فيها ذكرياتك وعمرك وشبابك وطفولتك واللي ماتوا واللي عاشوا، دي لوحدها ونس، دي لوحدها ونس.
عن تجربة بقى بقول لكم كده، عن تجربة. وبالذات اما يكون مكان راقي قوي، تابعت مثلا مكان راقي ومولود فيه وعايش فيه. مثال لحضراتكم انا، مكان يكون راقي قوي من قمة، وعشت فيه واتولدت فيه ويجي والدك او والدتك تبيع او الاسرة، بتاخد مبلغ ومعاك وهتجيب مكان تاني كويس وكل حاجة، بس مش هتلاقي نفس الألفة اللي انت عشت فيها السنين. انت مش هتبدأ سنين تاني زي اللي فاتت. يعني برضو فكروا، غير ما تكون مضطر مثلا، في مضطر في مشاكل، الاخوات هيعملوا مشاكل وتبيع، مش هيرتاحوا مع بعض. مش شرط اخوات الكوره، مفيش حد بيكره اخواته او امه او ابوه او عيلته، بس ممكن يكون مش هيرتاحوا في مشاكل. الولد مش هيرتاح، عاوز هدوء، فبيضطروا ينفصلوا كده في حاجات معينه. برضو التسرع، ما تتسرعش في ان دخول الكليات. الطلبه بالذات الثانويه العامه، احنا دي ايام ثانويه عامه ايام نتائج، اللي بيجيب مجموع ويجي يدخل كليه ويتسرع. شوف الكلية اللي انت هتنجح فيها، واللي انت هتطور نفسك فيها، واللي انت هتكون من الأوائل فيها، وبعد ما تتخرج منها مجالها ده انت حبه، اوكي. ما تبصش على المجموع ده هيدخلني كذا، انا اتخرج. لا، شوف انت طموحك ايه، وانت تقدر تدي فين، وانت بتحب ايه. لانك لو بتحب حاجة وبتدي فيها، والله لو تربية فنية، لو تربية رياضية، هتبقى فيها أستاذ ومعيد ودكتوراه، وهتسافر وهتروح وتيجي وهتبقى ليك اسم. ولو دكتور ما بتحبش المجال بتاعك، هتتخرج دكتور على الورق، ولا تفقه في أي شيء، ولا تعرف تشتغل في أي شيء. فشوفوا المجال اللي انتوا حابينه، واللي انتوا متأكدين انكم هتنجحوا فيه وهتدوا كل طاقتكم فيه، هو ده اللي تدخلوا فيه. مش بالمجموع، مش لوحة هي ورقة هتعلق، لا، لا خالص. برضه عن تجربة. اي حاجة بقى، خد من النمط ده على الحياة كلها. التسرع بلاش بلاش. اللي بيطلعوا عندهم اولاد بالذات، يعني ممكن لو اتنين مش مرتاحين وما عندهمش اولاد واتطلعوا خلاص، او كل واحد راح لحاله ولكنها لم تكن. لكن لما بيكون في اولاد، هما اللي بيدفعوا الضريبة. كان من الاول بقى ما تتجوزوش، كان من الاول ما تتجوزوش. اما كنتوا تتجوزوا ما تخلفوش. اتجوزتوا وخلفتوا، لازم تبصوا لاولادكم قبليكم. اولادكم قبليكم، دول ارواح بريئة لا حول ولا قوة. هتعيش حياتها، هتعيشهم مشردين؟ لا. متفككين؟ لا. ناقصين حاجة؟ لا. حاجات كتير مادية ومعنوية ونفسية. والله مش كل حاجة الماديات بس، الماديات مهمة جدا جدا جدا، ولكن في حاجات بتساعدها معاها برضو بنفس القيمة، أو أقل حاجة بسيطة لا تذكر. النفسية والتعود والتعليم والناس والمودة وحاجات كتير قوي. الألفة، حاجات كتير بالأب والأم الطفل. فاللي برضو اللي هيتجوز ومش لاقي نفسه مرتاح، ما يخلفش لغايه ما اشوف الجوازه دي قصتها ايه، هتمشي على فين، هتكمل ولا مش هتكمل، هتكمل ولا مش هتكمل. عشان الاطفال دي ما تدفعش الضريبه. الضريبه بتبقى قاسيه، الضريبه بتبقى مش حلوه. مهما نجحوا وكبروا، بيبقى برضو في شرخ نفسي جواهم، مهما لو عندهم والله 100 سنه، بيبقى في شرخ نفسي جواهم. تخلف يبقى لازم تبقى واثق ان الراجل والست دول مكملين، عشان الابناء يتربوا بين الام والاب. صدقوني، الابناء اما تتربى بين الام والاب، وام واب متفاهمين وناجحين، وفي بينهم مودة ورحمة، والاتنين محوطين الطفل بالحب والحنان، والطفل يكبر بينهم ويتجوز وسطهم، هما اللي يتجوزوه كده، يعني بتبقى حاجة تانية خالص. كده بتبقى انت طلعت جيل سوي 1000000%. فبلاش نبص لنفسنا بس على حساب الناس، الأطفال التانية اللي ملهاش ذنب. النقطة دي أنا حبيت أكد فيها برضو قوي. الناس اللي بتتسرع وبتتجوز وتروح تخلف، طب انت الجوازة مش نافعة، ما تتجوزوش بقى. اما يجي نصيب نافع، جه نصيب، طب ما تخلفوش، أجلوا. أو شوفوا بالظبط ايه، اما تشوفوا الزيجة دي هتكمل، هتبقى كويسة، متفاهمين متفقين مكملين، يبقى اوكي. لأن حصلت كتير حاجات كتير والله. فبلاش يعني، بلاش بلاش بلاش. النمط ده بقى، المنوال ده اللي انا بقوله بقى، التسرع، عدم التسرع. كل حاجه في حياتك، كل حاجه. يعني احنا ساعات بنتسرع في خروجه دي مش حلوه، ونتدبس فيها ونلاقيها غاليه قوي، او مكان خنيق او كده. يا ده انا جيت ودفعت فيه ومكان مش حلو، يلا خروجه وعدت. نزلت جبت الطقم ده، او جبت اوردر طقم مثلا، ده طلع بالشيء الفلاني وما لبستوش غير لبسه وما لبستوش خلاص، يلا حاجه وعدت. مع المفروض نتأنى برضو في الحاجات دي، حاجه غاليه دلوقتي، بس مش الخساره اللي هي، لكن خساره الدنيا بقى، والروح والاولاد والاسره والتشتت والبيوت والحاجات دي كلها. لا، والمستقبل والشغل والحاجات دي كلها ما ينفعش فيها يلا عدت، ما ينفعش. ده بتهد حياه وبتبني حياه. حياه بتتهد وحياه بتتبني.
فربنا يجعلنا دايما ايه، بنبني وما نهدش، بنبني وما نهدش. الفيديو ده لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل فيديو جديد. وقولوا لي في الكومنتات مين تسرع في حاجة في حياته، خد قرار وتسرع فيه او تهور، ولو تهور دفع نتيجته ولا لا. قولوا لي، كلموني، انا اختكم وبنتكم وصاحبتكم كل حاجة. اتهورتوا، عملتوا حاجة اتهورتوا في قرار ولقيتوا النتيجة بتاعته فعلا ندمتوا انكم عملتوا القرار ده، قولوا لي. واشتركوا في القناة، ما تبقاش البخل. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. سلام.